لسه شايف فيلم سوبرمان دلوقتي حالا. انا عارف انا ما شفتوش من بدري اول ما نزل يعني، بس كنت مستنيه ينزل بجودة كويسة يعني عشان اعرف اتفرج عليه براحتي. تقولي ليه ما رحتش السينما واتفرجت عليه وشفته وكده وبتاع؟ ولا بصراحة يعني قلت يا اضرب يوم ما اروحش شغل ولا بتاع ولا اعمل اي حاجة عشان اروح اتفرج على الفيلم ده. يعني مش اقوى حاجة، يعني مش اقوى حاجة. أنا كنت ساعتها في دماغي بقى ان سوبرمان وبتاع والجو التعبان ده بقى، انت فاهم، فما كنتش ناوي يعني. بس فيلم كويس يعني، مش اوحش حاجة يعني، معقول يعني، مش اقوى حاجة برضه، بس يعني حلو. هو كان مليان يعني حاجات كويسة برضه بصراحة، عشان ما نبقاش يعني على الفيلم بنيجي على الفيلم جامد. مثلا كاستنج كان حلو يعني. عندك مثلا الواد اللي اسمه ديفيد كرواسو ده اللي كان عامل دوره سوبرمان، يعني كان كويس، كان كويس والله فعلا. اسمه صعب جدا جدا يعني، مش عارف اجيبه. المهم ان هو كان جامد يعني، كان حلو، بس كان ضعيف بشكل مش طبيعي، ودي نقطة هرجع لها. جيمس جان ما بوظش الدنيا بعد كل ده بصراحة يعني. ما كنتش متوقع سوبرمان أحسن من سوبرمان هنري كافيل. كان قوي جدا بصراحة يعني. اللي شفناه في سوبرمان ديفيد ده، أقسم بالله فلاش يعني. اللي عمل ده لو بيس ميكر اللي عامله جون سينا ده نزل له سولو هيدغدغه. والفيلم باين قوي انه من اخراج جيمس جون يعني. انت شايف الفيلم عارف ان جيمس جون موجود هنا، باين جدا يعني. بس الكوميديا اللي نجحت في جارديانز اوف ذا جالاكسي مش ناجحه في سوبرمان. ما كانتش ألذ حاجه يعني. مش اقوى حاجه في الضحك. في شخصيات كتير جوه القصه، وانت ما حاسس انك تايه وسط الناس دي كلها. حاسس ان في ناس كتير محشوره في القصه وخلاص. ويا ربي اكتر فيك حت كرنج كتير برضو يعني. مثلا المشهد بتاع مستر تريفيك لما كان قاعد في البتاع بتاع الاكس لوسر، فلا بيقول له عايز مساعده، Damn, Mr. Terrific. يقول له ابعد، انا المستر تريفيك، انا المشطشط. الناس عارفه ان فانز الكوميك بوك مش هيعجبهم الحوار ده. تحس سوبرمان ده فوضوي وبتاع، مش مترتب زي بقيه السوبرمانات. احنا ممكن نقول فكره سريعه عن القصه عشان الناس تفهم انا بتكلم عن ايه بالظبط. الفيلم ما بداش في البدايه المعتاده بتاعت سوبرمان اللي احنا عارفينها. الفيلم بدأ بعد كام سنة من مشوار سوبرمان، عند بالظبط الفايت بتاعه الترا مان، اللي هو كان المفروض ليكس لوثر كان مخليه يتخانق مع سوبرمان عشان يشتته، عشان يلاقي المخبأ السري بتاعه، عشان يخش ويلاقي حاجة يمسكها عليه فيكره الناس فيه. القصة دي كلها بس كده الفيلم خلص. المهم ليكس لوثر بيلاقي الرسالة فعلا وبيقراها وبيكملها، وفي الآخر بيلاقي محتواها ايه؟ إن سوبرمان كريبتون عايزين يخضع شعب الأرض عشان حاجة كده زي اومني مان في انفينسيبل، حاجة نفس الاتيتيود كده يعني. والله لو كان الفيلم كمل على القصة دي ولقينا سوبرمان بيحاول يخدع، يا لهوي على الجمال، كنت هشوف حاجة جامدة بقى. انت هنكمل بقى على كده بقى. الواحد كان عايز يشوف حاجة زي كده فعلا. فين الجزء التالت بتاع فين جزء انفينسيبل؟ المهم طبعا الكلام ده ما عجبش الناس لما انتشر. فيليكس لوثر يعمل ايه؟ يحبس سوبرمان في سجن يكون تقريبا ثقب ذري هو عامله لسوبرمان يعني. مش سوبرمان بس، هو حابس فيه الاكس بتاعته و... وباربي وكلبين وقطة يعني. الموضوع كان صعب. المهم واحنا جوه السجن ده بنشوف ايه بقى؟ بنشوف شوية ذباب إلكتروني. ايه الذباب الإلكتروني ده؟ قرود واقفة بتنشر هيت كومنتس على سوبرمان على النت، وبتنزل على تويتر وبتاع، وقلق، وعاملين قلق على النت على سوبرمان. بس مشغلهم أكيد بأجور عالية أوي يعني. ما يجي لو دفعوا له القرشين دول في مصر كان شغل ضعفهم، وكمان كان هيبقى أرخص من أكل القرود. الحمد لله على العيشة في مصر. المهم بس يا جدعان، ليكس لوثر كان فاجر بصراحة. اللي عمل شخصية ليكس لوثر الواد الممثل ده كان ضرب نار. اللي هو كان عامل إكس مان برضه، الراجل الأزرق. الواد ده جامد يا جدعان. بس الواد ده قوي جدا، طلع في فيلم قوي جدا. قدر يعمل عالم تاني، قدر يعمل كون موازي، وقلقان إن سوبرمان لا يغزو كوكب ومش فاهم برضه. الدنيا بقت غريبة يا جدعان. الفيلم بصراحة عجب ناس كتير من فانز دي سي، عشان كلهم مش عايز اشتمها، نتكلم بجد نتكلم بجد. يعني الفانز كان عاجبها الفيلم بصراحة، وناس كتير عجبها وقعدوا يتكلموا عليه انه حلو. بس جيمس جان هيقدر يسوق دي سي لوحده؟ يعني مش قادر احدد برضه. يعني باتمان مثلا، جيمس جان هيقدر يعمل حاجة زي كده؟ هو اللي هو عمل باتمان، هو اللي كان عامل باتمان 2، باتمان قصدي واحد بتاع روبرت بانسون. ما اظنش الصراحه، استحاله. ريتشل في دور لويس لين كانت حلوه قوي بصراحه يعني. كانت يعني كنت يعني كانت كويسه جدا. ممكن عشان برضو جيمس جون كان موظفها كويس، بس لو حد تاني غير جيمس جون كان ممكن نشوفها مغروره وبتاع وبتتعامل لسوبرمان مش اوحش حاجه. بس لا، احنا شفناها في الفيلم كانت بتعامل سوبرمان
ساعات بمضايقة بس لسبب ان هو كانت طيبة انها عايزة تساعده، فدي كانت نقطة كويسة برضه في الفيلم. وشخصية زي شخصية كريبتو الكلب الصغير ده كان عسل فشخ يا جدع، مش عارف الناس ازاي ما كانتش حباه يعني بس هو بصراحة كان ما كانش بيظهر كتير، وكان بيظهر لما يكون السيناريو محتاجه، وبعد كده بيختفي تاني مرة واحدة ما بتشوفوش، فدي برضه ما كانتش احسن حاجة. يمكن مشكلة برضه تحسه بيجي بس ليه برضه يعني ليه هما بيظهروا وقت قليل ليه؟ عشان الجاستس كرنج. ده اكتر حاجه كرنج سمعتها في حياتي، كرنج صعب يعني بجد، بجد صعب. يعني لقيت لك مين في الجاستس بتاع دول، لقيت لك البت دورة، بنت عامله دور دورة، يا نهار ابيض انا بشوفها في كل حته، بشوفها في كل حته يعني. انا خايف مره اصحى الاقيها يعني جنبي على السرير، بصراحه بصراحه مش خايف يعني، اتكلم بجد يعني. وعجبني قوي فيلم، وعجبني قوي فيلم القصه بتاعت الجماعه اللي كانوا عايزين يحتلوا مكان وهم مش مكانهم، جايه معايا يعني. هي من الاخر كده هي جايه على اخواتنا فلسطين رقم واحد. لو هيبانوا الفيديو ده عشان فلسطين فاقولها 3 مرات: فلسطين 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 لحد الدقيقة 30 ثانية. فلسطين نكمل بقى فلسطين. اتكلم تاني عن السكريبت، صراحة هو ما كانش أقوى حاجة يعني. مشكلة جيمس جان إن هو ما بيعرفش يكتب غير الأفلام اللي فيها شخصيات كتير، عشان ده يقابل ده ويقابل ده ويهزموا حاجات كبيرة، فعشان كده تحس فيلم سوبرمان ما كانش واخد مساحة كافية في الفيلم، تحس ان هو كان عايز اكتر من كده، لان هو جيمس جان دي مش نقطة قوته، ومع ذلك الناس مديه جيمس جان اكبر من حجمه على النت، ومفكراه الضربة اللي هتيجي تموت تمام كل المخرجين في البيت، لا هيطلع دي سي للسقف لجبل المقط، وانت تبقى قاعد مركز جدا في الفيلم وبتاع، تلاقيه فجأة في طلع مرة واحدة قفلك من المشهد كله. الفيلم تحسه زحمة كده ومليان حاجات كتير انت مش فاهمها. المفروض كان في فيلم اتعمل قبل كده عشان يفهمنا السوبرمان بتاع ليكس لوثر ده عامل ازاي او كده يعني. انا عارف ان دي سي بتحاول والله، بس الدنيا بايظه عندهم خالص، ما اظنش ان هم هيظبطوا الكلام، بس يعني ده اللي كنت عايز اقوله، وربنا يكرمنا ويكرم الناس كلها. سلام.